سؤال وايد يتكرر. اشخاص يقولون ان في اشخاص بحياتنا نحبهم يحبوننا فجأة يروحون عنا من دون سبب، من دون خطأ، من دون تمهيد ولا تحذير ولا اننا ارتكبنا اخطاء في حقهم. فجأة طلعوا من حياتنا وما عندهم عذر باختيارهم. انا لو سألتني ما ادري، كل واحد عذره معه، ولكن شنو نعمل؟ شنو نسوي؟ انا اقول لك شو تسوي. شفت الرحيل خطأ، ولكن شفت الأعظم، الخطأ الأعظم منه والمصيبة الأكبر أنك تروح تتبعه أو تسأله أو تحاول تعرف ليش راح عنك، لأنها راح تسمع ساعتها سؤال أو تسمع إجابة راح تكون أبشع من الرحيل نفسه. يا جماعة، اللي يروح من كيفه خلوه يروح، لا تتبعونه، لأن اللي يحبك ما راح يروح عنك وما راح يحطك في حيرة. حتى الزين فيهم اللي بيروح عنك لازم يقول لك أنا بروح، وانت تتقبله غصبا عليك، لان هذه حياته، حر اختياره. ولكن اللي يروحون عنكم من دون سبب وانتم مستغربين لا تتبعونهم. اكبر خطأ تتبعهم. وراح يردون 90% يردون لما ما يشوفونكم ابديت واي رد فعل. يردون، خذ مني، يردون. بس لما يردون صعبوا عليهم العودة، ومثل ما راحوا من دون سبب لازم يردون بمليون سبب. تقول لي ليش رحت؟ ساعتها انا افكر اقبل او لا. بس اذا تسهلون عليهم العودة كل مرة فصدقوني راح يروحون عنكم كل مرة. شكرا.